سلام سلام، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. اليوم في قناتي أحلى متابعين. نحييكم وين ما كنتم وين ما راكم تشاهدوا فيا. اليوم حبيت نشارك معاكم هذه الوصفة تاع المخبز. صدقوني يجي معسل. هنا استعملت الجوز واللوز. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفة هذه. ما تنسوش تخليوا لي آراءكم في التعليقات، وبيان سور حفزوني بليجام تاعكم. صدقوني الكلام اللي تقولوه لي في لي كومونتير يطلع لي المورال. صدقوني على بالي باللي يعجبكم. نروحوا لطريقة وكيفية التحضير. نبداو على بركة الله. بسم الله. هنايا عندي خليط ما بين الجوز واللوز، يكون مرحي ماشي رقيق، يكون عادي موايا. هنايا نكيل. هنا استعملت الكمية 250 غرام جوز و 250 غرام اللوز بالقشور. هنايا ندير 3 كيلات نكيل بهذا البول. توجور نستعمل في الوصفات تاعي كامل ندير بهذا البول. ندير الكمية الأولى، البول الأول، نزيدو نضيفو الثاني، الكيلة تكون معمرة بيان سور. وهنايا ندير الكمية الثالثة. بعدها واش راح ندير؟ بنفس البول اللي كيلت به المكسرات تاوعي ولا الجوز واللوز، نكيل كيلة سكر. برك الكيلة تاع السكر ما تعمروهاش. هنا نستعملوش السكر بزاف. علاش؟ باش ما يجيش يابس كي يطيب. توجور تنقصوا الكمية تاع السكر. دونك الا خليتو لافاخس تاعكم تريح، زعما باغ اكزومبل درتوها ليله من قبل وغد من ذاك طيبوها، هنا تستعملوا كميه السكر كما الكميه تاع المكسرات. الا ما استعملتوهاش وخليتوها تريح، هنايا انا حنخليها تريح حوالي واحد 4 ساعه قسم يدخل السكر في المكسرات تاوعي. تستعملون كيلة تاع السكر توجور ناقصة. هنا استعملت لافاني، وهنايا عندي 2 مغارف كبار تاع قشور الليمون. واحد الريحة صدقوني لعشاق الليمون. هنايا نخلط القارص تاعي مبشور تاع القارص، تخلطوه مليح. قلت لكم 3 كيلات مكسرات، كيلة ناقصة سكر، شوية لافاني، قشور الليمون 2 مغارف كبار، وهنايا نزيدو مغرف كبيرة تاع الزبدة. انا استعملت زبدة تاع ماني. هنا نخلط بيديا. ندخل هذيك الزبدة في الخليط تاعي، راني نخلط وتضربني توجور الريحة تاع القارص صدقوني ولا اروع. بعدها نلمو الخليط تاعنا بالبيض. هنا البيض ما فيهش حسابه، تستعملوا البيض قسمة تلم لكم. ما تجريوهاش، تستعملوا البيض غير بالشويه. ديروا الحبه الاولى تخلطوا مليح، شفتوها شاده روحها قسمتك شغل قيس عجينه شغل كيما العجينه. ما تزيدوا لهاش. اذا صتوها خصت تزيدوا حبه بيض تكسروها وتزيدوها غير بشويه.
هنايا باش ما تجريوش الخليط تاعكم، خاطرش ويلا تجرى لكم ثاني الخليط ابخي من بعد كي تدخلوه للفور رايح يبس لكم. ردوا بالكم. هنا قد استعملت حبه بيض. توجور كي تخدموا تضيف الحاجه اللي تضيفوها اللي تلموا بيها توجور تزيدوها سواء مزهر ولا سواء في العجين وين تستخدموا الحليب ولا الماء ولا البيض ولا المزهر، توجور تضيفوا غير بالعقل. هنايا شتها ما تلمتليش، واش رحت درت؟ زدت كسرت حبه بيض، ما استعملتهاش كامل. تبعوا الفيديو. وتوجور البيض تاعكم توجور ضربوه قبل ما تزيدوه، وجامي تزيدوه في لاباط ديالك، توجور تكسروه في بول وتبداو تزيدوا بشويه. هنا شوفوا واش استعملت، راني نزيد غير بشويه باش ما نجريش العجين تاعي. هنا الكميه خدات لي حبه ونص بيض. وانتوما شوفوا على حسب واش العجين تاعكم، اسك ديروا قلب بالك تتلم لكم بحبه برك، وثاني يكون الحجم تاع البيض ثاني يلعب دور الا كان كبير ولا صغير. انا الحبه اللي استعملتها مع الاول درتها صغيره. هنايا او بدا يتلم لي العجين تاعي. كيفاش تعرفوا باللي خلاص؟ تكوروا تحكموا العجين هذه تكوروها. شوفوا كيفاش راني ندير. الا تشكلت لكم حبه خلاص معناتها خلاص البيض ما تزيدوا لهاش. هنايا خليتها تريح واحد ربع ساعه ولا نص ساعه، ولا تقدروا حتى ساعه الا كنتم مزروبين. من بعد هنايا نحكم بابي هذا تاع النيلون ونحل فوقه باش ما تفتت لكمش، تخدموا خدمه شابه. انا عندي هذا الطابع، كل واحد كيفاش يحب يدير الاخر تاعو على حسب. كاين اشكال بزاف، كاين اوفال، كاين دائري، كاين كاري، كاين كل بيضاوي كيما حبيتو، الشكل اللي حبيتو تطبعوا به. هنايا كي تطبعوا الحبه تاعكم قبل ما تحطوها في السنيوه توجور سقموها بهكا بالاطراف تاع الاصبع تاعكم. يعني راني نوع لكم، من ذاك نحط لكم حاجه تاع باتيسري ومن ذاك نحط لكم حاجه تاع غاطو تراديسيونيل. هنايا نرش السنيوه تاعي بالفارينه، ولا تقدروا ديروا بابي كويسون اللي هو ورق الطهي. تحطوا برك نعاود نزيد نطبع لكم حبه. شوفوا كيفاش راني نسقم فيها بالاطراف تاع بصبعتيه باش تجيكم خدمه نقيه وشابه. هنا نروح نكمل كامل العجينه تاعي. هنا بعد ما كملتهم نروحوا نديروهم في الفوغ على 180 درجه واحد 10 دقائق، من 10 دقائق حتى ربع ساعه على حسب الفور تاعكم. يضربهم الهواء برك، ما تخلوهمش يتحمروا بزاف، اسمه يتحمروا شويه من التحت، هذا ما كان. بعدها تخرجوهم تخلوهم يبردوا وتحطوهم بجيه. هنا نروحوا للطليه. هنايا عندي عصير 2 حبات عصير القارص، قيس 2 مغارف كبار. وبيان سور عصير تاع القارص توجور كي تعصروه صفيوه. هنايا نزيد بياض حبه بيض
ندير كاس اتاي ماء الزهر، هذاك الكاس تاع لاتاي الصغير ديروه ماء الزهر. عندي مغرفة صغيرة تاع الزيت، ندير هنايا ملون ابيض بيان سور تغربلوه. هذا الملون الابيض تقدروا تستغناو عليه باسكو راه السكر كي تستخدموا النوعيه تاع السكر الشابه، الكولورون هذا ما كان له، ما ديروش الملون. انا حبيت برك ندير لكم كيما موالف ندير. هنايا درت مغرفه صغيره تاع الزيت ونخلط كامل المكونات تاعي، نخلط مليح. بعدها نبداو نضيفو في السكر تاعنا، والسكر تاعنا بيان سور نغربلوه. هنايا غربلت قيس شكاره، ها استعملت المرجان، شكاره سكر كلاصي تاع المرجان، غربلتها كامل في ديك الباسينه باش تجيني الخدمه سهله، ونبدا نضيف بالعقل. الا شتها خصتني تزيدوا تغربلوا السكر كلاصي. انا هذه الكميه خذات لي شكاره سكر ونص تاع شكاره واحده اخرى، حوالي كيلو، خاطرش هذيك الشكاره تاع السكر كلاصي فيها واحد نورمالمون فيها 750 غرام، يا 700 يا 700 ولا 750. تبداو تخلطوا تضيفوا في السكر وتخلطوا حتى تحصلوا على القوام اللي راكو حابينه. ما تكون خفيفه، خاطرش كي تكون تاني خفيفه راح كي تكلاصيو الكاطو تاعكم راح يهبط الكلاصاج هذاك. تبعوا معايا دوك تفهموا. قلت لكم استعملت حوالي كيلو تاع السكر حتى تثقل لكم يثقل لكم الكلاصاج تاعكم ولا الطليه تاعكم. يعني عندي وصفات واحد اخرين تاع الطليه، انا استعملت هذه في البليه، ابخي نزيد نوري لكم وصفات واحده اخرى. هنايا واش درت، حبيت نتحصل على لون كريمي. واش درت نسكافي في بول تاع كاس اتاي، مغرفه ولا زوج مغارف تاع نسكافي تاع قهوه سريعه الذوبان، زدت لها شويه ما زهر، خلطتها وصفيتها هنايا في الطليه تاعي باش نتحصل على اللون اللي راني حباته. ما تكونش قهويه ولا بنيه، تكون لون كريمي. هنايا دوك راني درتها فونسي، دوك نبدا نزيد في السكر، تبدا ينقص اللون هذاك، ما يقعدش هكايا حامق. فهمتوني؟ حبيتوا ديروا اي لون واحد اخر توجور تضيفوا له، الا كان بودره تضيفوا له توجور الماء الزهر، ما ديروش هكاك ديريكت في الطليه تاعكم، خاطرش راح يتشكل لكم كويرات. لازم تغربلوه وتضيفوه في الماء الزهر وتغربلوه فوق الطليه. وتوجور الملون ثاني توجور تزيدوا بشويه. انا هنا علاه درت هكايا، خاطرش قلت لكم كي تبداو تضيفوا في السكر راح تنقص ينقص اللون هذاك. دوك تشوفوا، دوك تتبعوا معايا تفهموني. هنا ما حبيتش نزرب بالفيديو باش تفهموا كامل الخطوات اللي خدمت بها. نزيد نضيف الكميه تاع السكر ونروح نزيدو نغربلو نصف شكاره واحده اخرى، نصف تاع الكيس كيس اخر.
تقعدوا تخلطوا. كل ما تزيدوا السكر كل ما تزيدوا تخلطوا اكثر باش تجي الطليه تاعكم ليس. انا هنايا راني شفتها مخصوصه، راهي خفيفه بزاف. وشنو حندير؟ نزيد نضيف لها السكر كما قلت لكم. هنا قلت لكم نزيد نصف تاع الكيس تاع السكر. نغربلوه كامل. هنايا نزيد الكميه تاعي كما قلت لكم، تضيفوا بالشويه حتى تحصلوا على القوام اللي راكم حابينه. تخلطوا توجور مليح. شوف كيفاش راني نخلط، توجور رابيد. ان شاء الله تنال اعجابكم. وشوفوا اللون كيفاش بدا ينقص، انتبهتوا؟ كيفاش اللون هذاك اللي كان فاقع او بدا يولي كلاغ. شوفونا هنايا ما نزيدلهاش. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، ما تزيدولهاش. بنت لي مازال نزيدوا لها شويه. وتزيدوا تخلطوا. نورمالمون هذه تاليه كما قلت لكم، استعملت كيس ونصف. والنوعيه تاع السكر المرجان يكون ابيض، راح يساعدكم في اللي كانت اللي حابه دير زعما طليه بيضه، ما كان له دير ملون. هذه الاولى. الحاجه الدوزيام باسكو النوعيه تاع السكر المرجان احلى نوعيه، اجمل نوعيه. المنتوجات تاع المرجان سواء في العسل ولا في السكر في الشيكولا، بزاف صوالح نخدم بهم. هنايا خليت الطليه تاعي تريح. وهنايا بعد ما طاب الكاطو تاعي وخليته بيان سور يبرد كما قلت لكم، هنايا شوفوا كيفاش راني نطلي. هاي ثقيله، شفتوها القوام اللي تحصلنا عليه. تحكموها كامل في ليكوتي. شوفوا كيفاش راني نطلي، يعني كل واحد وكيفاش يطلي. كاين اللي يديرهم في انغري ويدير بلابوش. انا ولفت نطلي هكايا، يعني اسهل. تقعدوا تمشيو يدكم حتى تطيح لاكريم هذيك، وتزيدوا تحطوها في انغري في لاغري هذيك. ابخي بعد نزيد نخبطها باش يهبط كامل هذاك الزايد. شوفوا يعني اللون هذا شباب بزاف. شكون اللي كيما انا يحب لا كولور بيج او كريمي؟ هنايا نروحو نكملو كامل القطع تاوعي. هنا راني زدت لكم حبه.
صعيبة الخدمة. هنا في البداية كي كنت نتعلم نخدم كانت توجور تجيني واعرة الطلية، كنت نخافها. مي حاجة ما راهي واعرة البنات، اللي يجرب هكا ساعة ساعة اللي تهب الكاطو ولا تسيي هكايا كونتيتي صغيرة للمبتدئات يعني، وتخدم في غرضها. لازم تكون ثاني عندك لا باسيونس، لازم يكون صبرك ثاني طويل. هنايا بعد ما طليتهم كامل قلت لكم نخبط هذيك الاخر وخليها تهبط مليح وخليوها تنشف. بعدها نحيو الزوائد اللي من تحتها باش تجي الخدمه تاعكم نقيه، ونبداو نحيوها من السنيوه هذيك ولا من لاكري هذيك. البنات خلوها تنشف مليحه كما راكم تشوفوا. توجور نحيو هذوك الزوائد. البنات شوفوا هنايا بعد ما نشفت لي مليح عندي ناكري لون ذهبي، نجوز له بالفرشات هذيا بيان سور تاع الكاطو، نستعملها غير في الحلويات. نجوزو لها هكا بالبنسو ما تكثروش، سيو تهبطوه كامل في لي كوتي ونتحصلوا على النتيجة هذيا. شوفوا قولوا لي رايكم شابه. هنايا درت في كيس بلاستيكي شويه من الطليه هذيك، وهنا خيرت اللون تاع الورد يكون اخضر يجي شباب مع الدوغي. هنايا عندي لي كيسات وهذوك لي ناب، نديروها في انا خيرت هنا كل شباجه هذوك لي ناب وهذو لي كيسات. شوفوا النتيجه اللي نتحصلوا عليها ولا اروع. شوفوا البنات هنا بعد ما كملت كامل حطيتهم في سنيوه. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسوش تخليوا لي ارائكم في التعليقات باش تزيدوا تحفزوني اكثر، وقولوا لي رايكم في اللون هذايا قمه قمه. البنات ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسوش تخليوا لي ارائكم في التعليقات، والى وصفات اخرى ان شاء الله. بقوا على خير.